ازاي اختار شريك حياتي؟ عمرك سالت نفسك السؤال ده؟ انا بشوف ان كتير من المشاكل اللي بتحصل في العلاقات قايمه على ان احنا ما بنكونش عارفين اصلا احنا بنختار على اساس ايه او عايزين ايه من الشريك. عشان كده لما بتجيلي حاله بتعاني من الموضوع ده دايما برشح لها ان احنا نلعب لعبه سوا. اللعبه دي عباره عن ان احنا بنجيب ورقه وقلم، نقسم الصفحه نصين بالطول ونصين بالعرض، فبيتفضل عندنا 4 خانات. الخانه الاولانيه احنا بنكتب فيها الحاجات اللي لازم تكون موجوده في الشريك، حاجات انا مش هستغنى عنها ابدا، لازم تكون موجوده عندي. والخانه الثانيه بكتب فيها حاجات يستحسن ان هي تكون موجوده، حاجات يعني انا مش هقف عندها بالواحده كده بس انا هفضل ان هي تكون موجوده. الخانه الثالثه بنكتب فيها حاجات يستحيل ان هي تكون موجوده، يعني انا عمري ما هقبل بوجودها. والخانه الرابعه بنكتب فيها حاجات ممكن اعديها، يعني حاجات بتتصنف بالنسبه لي ان هي عيوب بس انا مش هقف عليها يعني واقول لا. تعال ناخد مثال. في الخانه الاولانيه اللي احنا اتكلمنا فيها ان حاجات لازم تكون موجوده في الشريك، ممكن يكون حد شايف ان لازم يكون رياضي مثلا، جسمه ممشوق وكده، وده حقه بالمناسبه. الشكل والمظهر الجسدي واحده من الحاجات اللي احنا بنحتاج نركز فيها، لان انا الشخص ده هعيش واعيش معاه، انا لو مش قابل شكله ما ينفعش ان انا ارضى ان انا اكمل معاه. واحده من الحاجات اللي ممكن الناس ما تستغناش عنها في وجود الشريك ولازم تكون موجوده عنده هو انه يكون قريب من ربنا، وده برضه حقه، بس ما ينفعش تاخد شخص مش بيصلي ومش قريب من ربنا وتفرض عليه حاجه زي كده. واحده من الحاجات كمان اللي ممكن تكون محببه للناس كتير وهم عايزين يكون موجود في الشريك انه يكون كريم وبيصرف وعنده شغل كويس وعلاقته باهله كويسه وهكذا. واحده من الحاجات بقى اللي هنحطها في الخانه الثانيه وهي حاجات يستحيل اقبل بوجودها، ممكن ناس تكون تستحيل تقبل بوجود شخص مدخن في حياتها سواء اذا كان ست او راجل، ده برضه حقه. ناس ممكن تكون بترفض تماما ان يكون الشريك بتاعها بيعدد، يعني ما عندوش مشكله انه يتجوز مره واثنين وثلاثه، ده حقهم 100%. واحده من الحاجات كمان اللي ممكن يرفضوها هم ان هو يكونوا بيرفضوا ان الشخص ده يكون اناني، ده طبعا حقه. واحده من الحاجات كمان اللي انا ممكن اعديها هو ان انا اكون ساكنه في بيت عيله. في ناس ممكن ما يكونش عندها مشكله مع حاجه زي كده، بالعكس ان هي تكون مرحبه ان هي تكون وسط عيله واسره وما تكونش عايشه لوحدها. واحده من الحاجات بقى اللي يفضل ان هي تكون موجوده، يعني حاجات انا هستمتع لو هي موجوده، ولو مش موجوده انا مش هعمل ازمه، زي ما يكون بيسافر، زي اللي يكون بيحب القرايه، ما عندوش مشكله مع شغلي، ما عندوش مشكله مع شكل اللبس وخلافه. في النهايه الكتالوج ده ما هوش اسطمبه، يعني ما فيش معايير محدده ينفع اقول لك لازم تكون موجوده في الشريك ولا ما ينفعش تكون موجوده في الشريك. دي حاجه بتختلف من حد للتاني، انت بتحتاج تحدد ده بناء على اللي انت عاوزه مش بناء على اللي المجتمع عاوزه.